السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض ورق العنب بطريقة سهلة وبسيطة، وفي تريكات وحركات هنعملها مع بعض. ازاي تطلعي ورق العنب طعمه في منتهى الجمال، والكل هيسألك انت عاملاه ازاي بخلطة ما حدش شفته على النت عملها قبل كده. احنا بنعملها بطريقة معينة، دي متوارثة من الجدود. فنبتدي مع بعض الوصف. انا عندي 3 بصلات كبار، 3 بصلات قصدي صغيرين. ما كانش عندي بصلة كبيرة، فأخدت 3 بصلات صغيرين ومعاهم 7 فصوص توم. طحنتهم في الكبة، وهبتدي بقى أحط البهارات بتاعتي. عندي معلقة فلفل، نص معلقة كمون، وعندي معلقة كبيرة كزبرة ناشفة، وعندي معلقة كبيرة هرمية. 7 بهارات أو بهارات اللحمة. كل ده هقلبهم مع بعض مع البصل والثوم، وهقلبهم قلبيهم كويس قوي قوي قوي. يعني دعكيهم في بعض كويس قوي قوي. انا بقلبهم في بعض كويس لان ده هو سر الخلطة بتاعت الصلصة بتاعتي. هنا بقى عندي الحلة بتاعتي، جبت الزيت، وهجيب عندي الخلطة دي هقسمها بالنص، هحط نصها والنص التاني هسيبه، هحطه شوية كده. هسيب النص التاني ده هحطه شوية كده، ما تقلقوش. هقلب الخلطة دي معايا لحد ما ريحة البهارات تطلع. اول لما ريحة البهارات تطلع ابتدي احط بقى عندي الملح، معلقة ملح كبيرة. هحط معايا بقى الصلصة. الصلصة انا كنت لسه مسبكة، عاملة صلصة بتاعتي. كان عندي طماطم وضربتها في الخلاط وصفيتها كويس قوي، وهبتدي وحطيتها مع الخلطة بتاعتي. هحطها واقلبي كويس عشان في حتت كده بتكون لازقة تطلع كل الحتت بتاعتها. اول لما تبتدي الصلصة معايا تغلي، اول لما تبتدي الصلصة معايا تغلي هحط النص التاني من الخلطة بتاعتي. خدي بالك من التفاصيل لان دي مهمة، دي اللي هتطلع لك الطعم جميل جدا. هحط النص التاني بتاع الخلطة بتاعتي وهقلبهم كويس مع بعض. وعندي طبعا رشة السكر لازم نحطها، ده اساسي. واقلبهم كويس واسيبها لحد اما تتسبك. ممكن تحط بابريكا لو اللون بتاعك فاتح، بس هي اللون بتاعي مظبوط. سبكت الوقت معايا الصلصة، هسيبها بقى تهدى شوية واجهز عندي بقية الخطوات. انا هنا عندي رز، عندي كيلو رز مصري، وعندي الحباش. طبعا الحباش بتاعنا عندي حزمة من كل نوع، عندي حزمة شبت وكزبرة وبقدونس. بتشيلي العيدان بتاعها وبتقطعي الورق بس. من الصلصة بتاعتي معلقتين كبار، هقول لكم هنحتاجهم في الوقت. اخدت معلقتين كبار من الصلصة بتاعتي، وهبتدي بقى ان انا احطهم على بعض. حطيت الصلصة. انا بحب احط الصلصة بالتدريج علشان لو طلعت كتير عن الكمية اللي انا محتاجاها عين الباقي المرة تانية. وعندي هنا الحباش بتاعي طبعا مغسول كويس قوي. ايدينا يا جماعة تكون مغسولة لان المحشي بتستعملي ايديكي في كل حاجة. الحباش يكون مغسول ومقطعينه كويس. يعني ما تقطعوش صغير قوي، انا مقطعاه متوسط. هنا انا بقلب كل حاجة معايا، الخضار مع الصلصة مع الرز، قلبيهم كويس. شايفين بقى المية دي؟ اه انا ما بحبش المية دي، عشان كده انا بحب احط الخلطة بتاعتي ساعتين في التلاجة لحد ما ده يتشرب خالص. انا ما المية دي لما بتتشرب بتخلي الرز يستوي معاك بسرعة وما يعجنش. وكمان بيبقى الطعم الفليفر باين اكتر، يعني الطعم بيبان اكتر لما بتعملي كده. هنا انا بعد ما قعدتها الساعتين زي ما انتوا شايفين ما قعدش فيه نقطة مية، الرز شربه خالص. فانا هنا بقى هبتدي ان انا نحشي بقى مع بعض. انا عندي هنا ورق العنب ده اساسا من السنة اللي فاتت. فالعيدان لما بنيجي نعمل ورق العنب ما بنرميهاش، بنعينها في الفريزر عشان لما تيجي تحشي
تحطيها طبقة فاصلة بين المحشي وبين ال ورق الزبدة. انا بحب احط ورق زبدة. ما عندكيش ورق زبدة احط ورق كراسة، بس طبعا يكون فاضية مش مكتوب فيها. انا بحط ورق الزبدة وببتدي ان انا احط المحشي بتاعي. العيدان دي بتفصل بين ورق الزبدة وبين المحشي عشان يعني ما يلطعش مننا، او حتت تتلطع من المحشي نفسه من تحت، بيبقى عازل يعني. هنا الورق بتاعي ده ببتدي ان انا اجهزه. بنحط الحشوة على الجزء الخشن. الجزء الخشن بتاعت ورقة العنب، مش الناعم، الخشن. هنا نقوم جايبين الحشوة بتاعتي. بتجيبي معلقة بقى عشان تحطي حبة صغيرين، ممكن بإيديكي يعني. بس انا يعني بعملها بالمعلقة. بتبتدي ان انت تحطي الطروف على الحشوة، ونجيب الجنب اليمين والجنب الشمال على الطروف دي، وابتدي ان انا الفها كويس قوي معايا كده. زي ما انتوا شايفين منتهى السهولة وطلعت متناسقة. هعمل لكم واحدة كمان. بنجيبها على الطرف الخشن، على الجنب الخشن، اهم حاجة على الجنب الخشن. بتساوي الورقة بتاعتك كويس قوي عشان تعرفي ان انت تحطي الجناب على بعض. وبحط الحشوة بتاعتي زي ما انتوا شايفين، وهبتدي احط الطروف بحطها على الحشوة، واجيب الجناب بتاعت الورقة واقوم لفها معايا زي ما انتوا شايفين. انا بحاول ان انا موضحها على قد ما اقدر، وعاملاها بطيء جدا علشان تاخدوا بالكم من الحتة دي. زي ما انتوا شايفين الورقة طالعة متناسقة ومفيش اي حاجة فيها. هنا بعد ما خلصت معلقتين الصلصة اللي انا قلتلكوا عليها في الاول، هحطهم على الشوربة دي. شوربة فراخ. طبعا انتوا لو زي حالاتنا كده، عندنا انا جوزي ما بيحبش ولا اللحمة ولا الكوارع، فبنعمله بالفراخ. هنا حطيت الصلصة وقلبتها كويس، والطبق التقيلة اللي تحطيها على ورق العنب عشان ما يفتحش معاكي قدر الامكان يعني. لان لما اجي احط المية اللي الشوربة، ممكن في بعض ورقة يفتح معايا، فعشان كده انا بحط الطبق ده تقيلة. حطي على الطبق نفسه، يعني خلي الشوربة نازلة على الطبق نفسه، وننزلها. وقفي كده شوية وشوفي الشوربة بتاعتك وصلت لحد فين. هنا انت تشوفي الشوربة بتاعتي ان خلاص مش محتاجة ان انا احط شوربة تاني وكفاية على كده. لا، هنا غلط. حركي الحلة بتاعتك وهزيها كويس قوي 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 عشان الشوربة تخش بين كل ورقة والتانية، عشان ما يطلعش معاكي محصوة. شايفين المية نزلت لتحت ازاي؟ كده محتاج شوربة. هحط شوربة تاني. خدوا بالكم من الحاجات دي لان بتفرق معانا، دي اللي بتخلي طالعة مظبوطة ومستوية وكل حاجة مظبوطة. هنا انا خلاص حطيتها على النار وشربت الشوربة. هشيل الطبق، خدوا بالك لان الطبق مولع طبعا، فانا بالمساكة بشيل الطبق بتاعي. وزي ما انتوا شايفين شرب خلاص. شرب الشوربة، بس لسه فيه طبعا رقروق. ودرجة الحرارة او المحشي بيغلي. اول لما يغلي توطي النار، تخليها وسط او اقل من وسط عشان مش عايزينه يقطع معانا. هنا بقى طبعا التركة بتاعت ازاي تخليه بيلمع. احنا عندنا معلقتين زيت او اكتر، بنسخنهم على النار. ما تحطهمش بارد، تسخني. بيدي طعم وبيخلي المحشي يلمع. بحطهم على المحشي بتاعي وبعد كده بسيبه نكمل سوا. وهنا بعد ما انا خلاص خلصت المحشي بتاعي، اتمنى ان الوصفة تعجبكم، واتمنى ان انتوا تجربوها وتقولي لي رأيكم ايه في الكومنتات، وتعملوا اشتراك للقناة ولايك، وتقولوا لي ايه وصفات جديدة عايزين نعملها. وحفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.